بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا الاولياء؟ عاملين ايه؟ معاكم نصر. يلا كده يا الاولياء، دعمونا واشتركوا في القناة. طبعا شفنا الاهلي وشفت قبائل، الماتش سيء جدا جدا جدا، ولا في باصة ولا في هجمة ولا في اي حاجة خالص. لولا الحمد لله ربنا كان معانا وتألق محمد مصطفى شوبير كان الاهلي خسر كتير جدا الماتش ده. فطبعا الاهلي مش الاهلي احنا عارفينه، وانت كده بتضغط لعيبتك جامد جدا. يعني انت كده خسرت 2 لعيبة في وقت في ماتشين ورا بعض، خسرت زيزو وخسرت تريزيجيه. طبعا تريزيجيه اكيد قدامه اسبوعين 3 عشان يرجع تاني. فالموضوع صعب جدا جدا في الاهلي. ماتش سيء، حتى التلات ماتش ورابع ماتش حتى سيئين جدا جدا. انت حتى عارف، انت لو بتلعب مثلا ومش عارف تجيب اجوان، مش انت مبتروحش للجون اساسا. يعني انت اساسا مفيش هجمة، مفيش باصة، مفيش جملة تكتيكية تتلعب، مفيش أي حاجة خالص. اللعب كله عشوائي، مش عارف ليه مصر على كوكا. كوكا ده يعني مصيبة من مصايب الدنيا، يعني فاهم. انت عندك شكري وعندك بن عمرو، شايف انت بن عمرو جايبه ليه؟ طب انت مش عاوزه ليه؟ يعني ليه يعني ليه تخلي الواد يبقى محبط اللي انت جايبه في اخر ما خدتوش معاك حتى في القائمة؟ روح حطه في القائمة ما تلعبوش. لكن انت جايب لي كريم فؤاد اللي بعيد، اللي كان عنده اصابتين ولسه راجع. فبرضه مش منطقي يعني بصراحة اللي بيعملوه برضه يستربوا. طبعا يعني انت كده بتخسر لعيب لسه جاي لك جديد، ولسه كان جاي، كان متحمس لكن انت لما تقعدوا في كام ماتش ورا بعض بره القايمة حتى، يعني الموضوع صعب جدا جدا جدا. فاحنا يعني احنا نشوفه حتى بنعمل احنا نحكم عليه، انت تحكم عليه لما تشوفه في الملعب. ممكن يطلع كويس، يطلع وحش نقول وحش، لكن انت من اولها كده يعني مش عاوزه. فالموضوع صعب جدا جدا جدا. وهو مصر على كوكا، مش عارف ليه كوكا، يعني بصراحة كوكا عمل ايه عشان يلعب يعني. فالموضوع صعب جدا جدا في الفترة دي. احنا عندنا ماتش مهم جدا جدا مع الاسماعيلي يوم الاربعاء. يعني ده بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله لازم نكسبه أيا كان. مينفعش فيه تعادل، مينفعش فيه خسارة. الإسماعيلي واقع وكل حاجة، بس أنت ممكن الإسماعيلي يفوق في ماتشك، وممكن يلعب أحسن ماتش في عامله في الدوري كله. فاحنا ننزل الماتش ده نخلص، واحنا طبعا مش هيبقى معانا زيزو ولا معانا إمام ولا معانا تريزيجيه. فندي بالعملي، ايه المشكلة؟ ندي بالعملي الماتش ده ونشوف، ممكن ربنا يكرم يطلع كويس. فالمهاجم يديله بقى عشان نشوف نحكم عليه. مش عارف نحكم عليه بصراحة، مرة نزلنا 5 دقايق ومرة نزل ربع ساعة. هو اصلا الفرقة واقعة، فمش عارفين نحكم عليه لأن الفرقة واقعة. عارف لو الفرقة كويسة وهو وحش ماشي، لكن الفرقة كلها واقعة، مقدرش تحكم على المهاجم الجديد. فبصراحة الواحد بقى يتفرج على الأهلي وهو مش مبسوط، واحد بيتفرج على الأهلي وهو خايف يحصل في أي لحظة الأهلي يخش في جون، يخسر، يتعادل. يعني أنت العب واخسر وتعادل مش مشكلة، لكن أنت لو بتلعب وبتخسر وتتعادل دي مشكلة. أنت داخل بعد كده في ماتش صعب، يعني مش تقدر دي كلها كاس فاهم. بعد كده أفريقيا برضه اللي هيخرج المغلوب هيخرج فاهم. وفرقة قوية وفرقة ما بتهزرش. احنا عندنا مشاكل كتيرة جدا جدا في الفريق. أولها طبعا يستر، مش عارف يعني، في لعيبة مستبعدها وهي المفروض متستبعدش، لعيبة بتلعب المفروض متلعبش. لكن احنا مع الأهلي وظهر الأهلي مش مع اللعيبة، وإن شاء الله هيرجع أحسن من مكان يا أهلاوية إن شاء الله. بسم الله. السلام عليكم.